الوالد ديالي رحمة الله عليه مزوج بالأخت ديال الأستاذ الفيد. Dans la nouvelle série Al-Fayed, une vidéo de son neveu est sortie aujourd'hui alors qu'il dit être son oncle, et dans cette vidéo on verra qu'Al-Fayed ne veille pas au nettoyage du lieu de préparation de la propolis. Tout comme le gui municipal provient de beurre externe dont la date de péremption a expiré, et la personne qui possède la chaîne est accusée d'être son oncle. Al-Fayed a accusé Al-Fayed d'égoïsme et d'attaque contre les symboles de l'islam. Et qu'il était comme ça pendant beaucoup ans et l'affaire n'est pas nouvelle, et qu'il a une entreprise très rentable, et qu'il a agressé Al-Kazabri, l'imam de la mosquée de Casablanca, bien qu'Al-Fayed ne lise pas bien le Coran et ne le parle pas couramment, et ne l'enregistrez pas. Avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer. سمعنا منك في السيارة العجب العجاب. حنا هادشي سمعنا منك شحال هادي، لكن مادام انك انت مستفيد من علاقتك مع الاخوان ما كنتيش كتخرج هادشي اللي كان في قلبك دفين. سمعناه منك والاخوان منبطحين، كلام يعني يمس ببلدنا ويمس كنا ناخذ كلامك محمل جد وكنا نلعب الله فين نوصلوا الان، لكن قدر الله ما شاء فعل. وبالتالي هنا فين كنقول بان هذا ديدنك منذ زمن بعيد، هذا ايمانك منذ زمن بعيد، لكن كنت تمارس التقية وكنت تخفي هذا الغل تجاه الاخوة وتجاه السنة وتجاه الصحابة وتجاه كل ما يعني يصدح بالحق. الى تكلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعي المثالية وتدعي العلم، فأين العلم؟ في صلب بيتك في عقر دارك. شروط السلامة الصحية غير متوفرة على الإطلاق. بوطة صغيرة بلا هذيك الجعبة ديالها، بلا ديك الغشة ديالها، فوق منها كاسرونة عامرة بالماء، فوقها واحد الإناء اللي كتذوب فيه البروبوليس، يفتقر إلى شروط سلامة. بعد ما طرا هاد الخصوصيات تلونا كتاب الله عز وجل، أنا وأنت، أنا من كتاب الله وأنت مما تحفظه، وأظنه تفلت من صدرك بسبب أن في القلب لا يجتمع الحق والكلمة في الكلمة وليس الحرف في الحرف. والشاهد على كلامي بعض مقاطعك إلا رجعتي لها وتدبرتي أنك تمر على الآية. مبغيش نعطي مثال لأني باش نوقع فيما وقعت فيه، لكن تمر مرور السهل. الأخرى الأخرى اللي استغربت لها أنك كليتي الماكلة ديال الزنقة، صيفتي عليها وكليتي الخبز ديال الزنقة. أقسم بالذي لا رب سواه حتى كليتي الماكلة ديال الزنقة. ولولا فضل الله ما كنت لأهتدي لهذا القرار. بعد استخارته سبحانه وتعالى عدت إلى ما كنت عليه. نقطة أخرى ولا زال في جعبتنا الكثير إن شاء الله بإذن الله، قضية السمن البلدي. أنا خديت السمن من تما وخديتو في قلات ديال الطين، خديتو وعطيت للناس، واللي كنعطيه هذاك السمن كيقول لي والو جيب لي هذا السمن، فين ما كنتي جيب لي هذا السمن هذا. ما غنمشيش. وكاين اللي خصيصا على ودو كنمشي نجيب السمن بن سليمان، نجيب السمن. غنكتشف في الاخير على انه من الزبده ديال برا اللي قريبه بيريما، كتخاد تقريبا بشي 43 درهم او 42 درهم، يدير اكثر، كتخاد بثمن اقل، وكيتصاوب بها السمن لمده شهر تقريبا، شهر وشي حاجه، باش كيتعدل بهذيك الطريقه اللي معنا ما عرفتهاش، طريقه سريه. والله تعطيه لشي واحد حريفي تيقول لك سمن حي ديال 8 سنين، وخديته وعطيته للناس، والناس فين ما نشوفهم يقول لك جيب لنا داك السمن راه ما شاء الله المثاليه. كيف غنديروا لهادي تاهي؟ وذكرها واحد الاخ في واحد الفيديو، ملي ذكرها انا شوكت، حتى واحد ما عارفها، والله ما عارفها شي واحد. وملي نقول لك الدكتور الاستاذ الفاضل السمن بالزبده ديال برا، حيت ما مستحيل على انها تكون هاد الزبده كامله اللي غنصاوب بداك السمن الهائل ديال السمن البلدي. مستحيل. شحال هذاك الساعه ما كان عنده لا بقر لا والو، ديك الساعه ما كاينش لا بقر وما كاينش